لقينا اليوم خبر مقتل الأخ سفيان الخضر، مغترب في الولايات المتحدة الأمريكية. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وعظم الله أجر كافة أهله. دائما يا أخواننا نركز على هذا النقطة، سبق ونشرنا وكل المغتربين بيتكلموا على هذا الأشياء. يا أخواني نصيحتي لكل المغتربين، خلوها في عقلكم. حياتك أهم من $20، حياتك أهم من $10، حياتك أهم من الدكان بأكمله. لو يسترق الدكان بأكمله عادي، هذا بخير عادي، بتجيب هذا بلد دبل بإذن الله، ربي بيعوضك أكثر وأكثر. مش من ما كان يدخل يسرق عليكم $50 $10 بريال، قرطاس شبس، قرطاس كيكة، أي شيء، ولا حقته الله على ما يعيش معه سكين في الداس ونهي حياتك علشان أعيش. يا كم من ناس، يا كم من ناس، كلنا المغتربين ما لا نصبرش فعلا. أنا ما نتكلمش على شخص ولا على شخص، كلنا المغتربين دمنا حامي. لا لقينا واحد يقول يسرق، والله لا ندف أفكاره، ولكن الصح صح والغلط غلط، الصح صح والغلط غلط. لا سرق له بريال بريالين ب5 ب10، خلها طبيعي، خلها زكاة المحل، ولا انك تعرض حياتك للخطر. الله اعلم ايش الذي معه. لا تستهينش فيه انه مثلا قد ربما تعرف الزبون هذا من قبل، تقول هذا مسكين هذا مخدر. لا، هو هذول هم هذول الذي هم مصيبه. الله بارواحكم، الله بارواحكم. يسرق يبزي عادي، زكاة المحل خير بغيره. لا حول ولا قوة الا بالله.